ناقص وكتير قوي وشخص أناني، ومهما أعمل ليك عمرك ما هتفتكر أي حاجة حلوة عملتها عشانك. حسين قاطعها وقال لها: نادية اهدي شوية، انتي مش فاهمة حاجة. قالت له: ولا عايز أفهم ولا عايز أسمع منك غير كلمة واحدة بس، انتي طالق. قال لها: افهمي وبلاش تتسرعي. قالت له: أنا عند أهلي وياريت في أقرب وقت ورقة طلاقي توصل لي. وساعتها مشيت وسابتنا، وحسين نزل عشان يلحقها، وحسين لحقها. جيت أنا عشان أقوم أدخل أوضتي، ما عندها حق في كل اللي هي قالته. أنا فعلا منحوسة، ما هو مش ذنبي إن أنا اتجوزت 2 إخوات وماتوا هما الاتنين، ومش ذنب ولادي إن هما يكونوا إخوات من الأم. لكن حماتي مسكت إيدي وقالت لي: اعملي حسابك، لو رفضتي ولاد ولادي هيكونوا عندي، ومش هسيبهم يتربوا في بيت غير بيتي. خليكي جاهزة عشان في أي وقت هيتكتب كتابك انت وحسين، وده آخر كلام عندي. وسابتنا ومشيت، وأنا محتارة ومش عارفة أعمل إيه. أوافق على حسين وأخرب له حياته؟ ما أنا موافقتي معناها كده. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.